شعارنا في الباك تو سكول معاك في حلمك، وعلشان ما يبقاش مجرد شعار اخترنا نماذج قدرت تحقق حلمها. تعال نشوف ازاي قدروا يحققوا حلمهم. مساء النور. انت عارفه التكوين بتاعتنا معاك في حلمك. يبقى ده البوكس بتاعنا، فممكن بقى ايه كده نعرف نتخيل البوكس. نشوف كده. ماشي. بطاقة التعريف، الاسم فريال أشرف محمد عبد العزيز. لعبة لعبة كاراتيه في منتخب مصر من 2000. بس ندخل على الكارت اللي بعده. دراسة والرياضة. بدرس ايه؟ خلصت الحمد لله كلية صيدلة جامعة بريطانية. ايه اللي حببني في لعبتي؟ كنت لسه صغيرة عندي 7 سنين، شفت ناس شكلهم حلو كده في البدلة، كنت حابة ان انا اجرب. بدأ حبي بقى ليها بعد اول بطولة دخلتها حصلت فيها على المركز اول، كانت بطولة القاهرة وانا عندي 9 سنين. فكانت البداية، حسيت ان انا فعلا مميزة في اللعبة دي، فبدأ حبي فيها يعني من اللحظة دي. بس ازاي قدرت اوفق بين الدراسه والتمرين؟ يمكن كلمه السر عامه هي في تنظيم الوقت وتحديد اولوياتك، اللي انت في الوقت ده يعني عامه ايه الاهم بالنسبه لك. يمكن انا برضو دراستي يعني مش دراسه سهله، صيدله طبعا محتاجه مجهود بجانب تمريني، اللي انا في وقت انا كنت عامه تاهيل للاولمبيكس كان 4 سنين مع دراستي، فكان الموضوع مش صعب، خصوصا ان انت كان بيوصل ان انت في الشهر يكون عندك بطولتين و3 بس، مفيش حاجه تانية. يعني هي دي كلمه السر، تنظيم وقت. اخر بطوله ليا هي كانت دوره الالعاب بحر متوسط في وهران الجزائر في اخر شهر 6، طلعت فيها الحمد لله على المركز الاول. يمكن دي كانت اهم بطوله بالنسبه لي السنه دي، اللي كنت فعلا يعني هي الفوكس عليها. الحمد لله قدرت ان انا احقق التارجت بتاعي واللي انا احقق فيها مركز اول. ادخل على الكارت اللي بعده. دور التكنولوجي في حياتك. ايه اكتر ديفايس بتستخدمه؟ يعني اعتقد ان كلنا، مش انا بس، الموبايل. هو الموبايل اكتر حاجه بستخدمها، هي على طول في ايدي. مثلا ممكن في التمرين يكون بستخدم السمارت ووتش معايا، بتحسب لي وقت التمرين، الكالوريز اللي بحرقها. على اللي بعده. لو عندك 3 عروض تختار منهم، 1 ابدل حاجه قديمه بحاجه جديده، 2 تقسيط، 3 خصم 50%، اختار ايه؟ لا، ابدل حاجه قديمه بحاجه جديده. يعني انا شايفه ده مناسب ليا، اني لو حاجه قديمه عندي مثلا وانا مش بستخدمها، او اللي انا يعني خلاص انا شايفه اللي هي مش هتساعدني في الوقت ده، لا يعني ابدلها بحاجه جديده اللي هي اللي انا اقدر ان انا استفاد منها في الوقت ده. فاعتقد ده انسب حاجه بالنسبه لي انا. ندخل على الكارت اللي بعده. مواقف ما تتنسيش. موقف في الدراسه مش ممكن تنساه. هو موقف مش حلو خالص، اللي انا كنت في امتحان، كنت لسه صغيره يعني في ابتدائي، كنت في امتحان ومعرفش ايه اللي حصل خلاني انسى سؤال كامل. جيت بعد ما خلصت الامتحان براجع ورقه الامتحان زي اي حد بيراجع مع اصحابه وكده، انا بجاوب مع اصحابي بس مش حاسه ان انا يعني حليته قبل كده، اللي هو في حاجه غلط. فقلت لا ان شاء الله لا، او ممكن يكون توتر امتحان، خصوصا ان انا كنت الحمد لله من اوائل في المدرسه على طول، يعني طول سنين دراستي. فجيت لما اخدنا بقى درجات الامتحان فوجئت بحاجه غير متوقعه طبعا، اللي هو ايه ده، مش انا خالص. كان ساعتها رد فعل ماما يعني ما كانش لطيف. بس موقف في اللعبه مش ممكن تنساه، هي مواقف كتير يعني في الكاراتيه كل حياتي، بس ممكن موقف انا برضو ما كنتش حاباه خالص، هو معلق معايا، بس يمكن بعدها برضو فعلا اثر عليا بحاجه كويسه. اني في بطوله يعني خلاص هلعب فيها على ميداليه برونز، كانت بطوله عاديه، بطوله دوري عالمي في الكاراتيه، بس كنت خلاص يعني احنا عندنا اليوم اللي بتلعب فيه غير اليوم اللي بتلعب فيه على الميدالز. فانا في اليوم اللي كنت بلعب فيه خلاص انا عرفت ان انا اتاهلت على ميداليه برونز، بس الفكره ان انا اتصبت، يعني جالي شرخ في الفك واتصبت في البطوله دي. فما كانش المفروض ان انا يعني رحت المستشفى، وكانت كمان كان عندي نزيف من وداني وحاجات كده، فالدكتور قال لي اللي هو غلط ان انا انزل الملعب. جيت بعدها تاني يوم وانا رايحه البطوله، خلاص انا عارفه ان انا مش نازله، مش هنزل العب الماتش. فجاه مدرب المنتخب جاي يقول لي يعني قبل الماتش مثلا بحوالي 10 دقايق، لا انت الدنيا تمام، والدكتور لسه قايل لي ان انت تقدري تنزلي الملعب. اللي هو قبلها ب10 دقايق، ولا استعداد نفسي ولا استعداد بدني اللي انت بتسخن قبل البطوله، ولا انت لابس حاجتك، ولا انت مهيأ عامه
ولا نفسيا ولا بدنيا ولا اي حاجه، انت مفيش يعني، انت خلاص اوف. ما كنتش مستوعبه اللي بيحصل لي بقى، يعني كل زمايلي اللي حواليا بقى كل واحد بيلبسني حاجه، من البدله للحزام للاوقيه بتاعتي، وانا لحد دلوقتي انا مش مستوعبه انا داخله اعمل ايه. لحد ما دخلت الماتش وانا فعلا مش مستعده، وخسرت فرق سكور. دي طبعا كانت حاجه بشعه بالنسبه لي، اللي هو هو ايه اللي انا عملته ده، انا مش مستوعبه. انا فعلا ما كنتش جاهزه، حتى انا ما قدرتش قبل ما انزل الماتش اللي انا اقول للمدرب لا، ما كنتش مستوعبه فعلا اللي بيحصل لي، ما كنتش عارفه اقول لا. فجيت بعدها انهارت طبعا تماما من نتيجه الماتش ومن نتيجه اللي حصل فيا، اللي هو ازاي اسمح ان ده يحصل فيا وانا اصلا مش مستعده لده. الكارت اللي بعده، بما ان الكامبين بتاعتنا اسمها معاك في حلمك، كلمه لكل واحد بيحلم يحقق حاجه. والله يعني اسعى واجتهد، هتوصل للي انت عايزه. انا شايفه ده جدا يعني، ومش شرط عامه ان انت في يعني تجتهد، يعني تبقى عايز الحاجه في مكان واحد، على قد ما ربنا بيبقى شايف اللي انت شايف الانسب ليك من الاخر. انت بتجتهد وبتعمل اللي عليك، ما تبصش للنتيجه على قد ما تبص اللي انا عملت اللي عليا، والنتيجه في الاول وفي الاخر بتاعت ربنا. بس الاجتهاد يعني بيوصلك لاي حاجه. بس